لو مش معاك فلوس تبدا او مستني الفلوس عشان تبدا او تحقق حاجه في حياتك، فاحب اقول لك انك مش هتوصل لاي حاجه. ففيديو النهارده هقول لك على 3 مشاريع اساسيه محتاجينها في 2026 مهمين جدا بدون خبره وبدون راس مال. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير حبايبي واخواتي، كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على الفيديو النهارده. نيجي بقى على اول مشروع وهو الفري لانسر، اللي هو ايه؟ اللي هو العمل الحر. كتير من الناس مفكره ان العمل الحر انه عمل حر بس كده، يعني هي ما بتعرفش ان العمل الحر ليه كذا مهاره وليه كذا مجال، عامل زي المطعم اللي ليه كذا فرع. يعني هو مفكرين ان العمل الحر عمل حر، لا، العمل الحر ليه كذا مهاره، زي المونتاج، التعليم عن البعد، التصميم، كتابه المحتوى، اداره صفحات السوشيال ميديا. وده جزء من المهارات، ده في مهارات تانية. بص بقى يا صاحبي، نتكلم شويه بالتفصيل عن العمل الحر. بص بقى، العمل الحر ان شاء الله انا هعمل له كورس مجاني تماما، هنزله على اليوتيوب باذن الله قريب جدا. بس انا محتاج معدات اكبر من اللي معايا، محتاج سوفت بوكس، 2 سوفت بوكس مش واحد، فمحتاج المعدات ضروري عشان يكون الكورس اكنه كورس مدفوع، بس انا هنزله مجاني. بص بقى، العمل الحر المهارات كتيره اهيت. بص بقى، انت عندك كذا موقع، 4 مواقع لا غنى عنهم، اتكلمنا عنهم كتير: ابورك، فريلانسر، خمسات، مستقل. 4 مواقع. هو بص يا صاحبي، انا عايز اتعلم مهاره. اتعلم مهاره ازاي؟ بالله عليك قول لي يا علاء، ادفع 500 جنيه وفي الاخر اتنصب عليا زي ما حصل معايا وانا عايز اتعلم المونتاج؟ احب اقول لك الكلام ده فيك وعايزك تنساه خالص. طب اتعلم ازاي؟ من اليوتيوب. هتطلع تليفونك من جيبك اهوت، وهتبدا تفتح اليوتيوب وتكتب كورس صناعه محتوى، كورس كتابه السكريبتات، كورس المونتاج، كورس تصميم. في النهايه هيطلع لك الفيديو تتفرج عليه. طب انا يا علاء ادينا نصايح بعد اذنك. ادخل كذا مهاره في نفس الوقت؟ لا. اول غلطه بيقعوا فيها اللي هو بيدخلوا كذا مهاره، يعني ما بيثبتوش في مهاره واحده، لا كذا مهاره، المهاره دي حبه والمهاره دي حبه والمهاره دي حبه. احب اقول لك انت كده مش هتوصل لحاجه. امسك مهاره افرمها واعمل لها بورتفوليو وابدا اشتغل. نيجي بقى على تاني مشروع وهو صفحه على اليوتيوب او قناه على اليوتيوب. دي اللي انا شغال فيها دلوقتي وبحاول اطور من نفسي فيها عشان ان شاء الله دخل في المستقبل. بص، كل اللي انت محتاجه تليفون. محتاج حاجه تانية؟ مش محتاج حاجه تانية. يعني ما تقوليش هشتري رينج لايت واشتري سوفت بوكس واشتري مايك واشتري كاميرا. لا 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 لا، مش محتاج اي حاجه من الكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي. انت محتاج حاجه واحده، تليفونك، وتبدا تصور. انت لو رجعت الاول فيديو عملته مش على القناه دي، على القناه الثانيه اللي استكشاف النفس، هتلاقيني قاعد في اوضه او ركن قد كده من غير مايك، من غير كاميرا، من غير اضاءه حلوه، من غير اي حاجه. دلوقتي انا مظبط الاضاءه، موزع الاضاءه صح في الخلفيه، الرينج لايت اهوت، فالدنيا متظبطه مش زي الاول. فابدا باللي معاك دلوقتي وان شاء الله توصل. طب انا يا علاء محتاج منك نصايح، اديك نصيحه صاحبي: استمر. انت محتاج صبر واستمراريه وفيديو كل اسبوع، صبر واستمراريه وفيديو كل اسبوع، صبر واستمراريه وفيديو كل اسبوع. واركن اي حاجه واي كلام سلبي يدخل لك. انت لسه صغير، انت مش عارف ايه، انت ما بتدخلش فلوس، انت بتكذب علينا، مشروع ايه اللي يجيب كده؟ اركن الكلام ده ورا ظهرك وان شاء الله قدام هتعرفهم انت. نيجي بقى على المشروع الثالث والاخير وهو اداره صفحات السوشيال ميديا. ده جزء من العمل الحر، لكن من حبي فيه خليته مشروع لوحده، اللي هو اداره صفحات السوشيال ميديا. طب ازاي اشتغل الشغلانه دي؟ لو عندك وقت وتعرف تنظم بوستات، يعني تنزل بوستات وترتب البوستات اللي هي المنشورات يعني. فانا يا علاء عايز اعرف ازاي ابدا. هتروح لمطاعم او مكاتب صغيره لسه بادئه مثلا وتقول لها انا هدلكم الصفحات بتاعتكم مده اسبوع مجاني، ولو عجبكم الشغل هكمل معاكم بمبلغ مادي بسيط. المبلغ مش هيقل عن 5 ومش هيزيد عن 12000، يعني هو من 5000 لحد 12000، مش هيزيد عن كده ومش هيقل عن 5000. ممكن يزيد لكن عمره ما هيقل. ليه عمره ما هيقل؟ لان انت اللي هتقدر سعرك. لو قلت له 12000 وهو شايف شغلك حلو هيديك الفلوس. طب قلت له 2000 وهو شايف شغلك وحش هيسيبك. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في الطاوله هنا على الرقم اللي قدامك على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. وبرضه ما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا بطل.